الدكتاتور الذي حكم مصر طيلة 30 عاما. حملت رحلة صعوده إلى أعلى منصب في الدولة العديد من التناقضات والمفارقات، حيث أن الرجل عرف عنه في شبابه كضابط بالقوات الجوية الانضباط والالتزام، إلا أن فترة حكمه كانت علامة فارقة في مخالفة القوانين وتفصيل الدساتير وتزوير الانتخابات. وعد بأنه لن يبقى على كرسي الحكم طويلا، لكن الحال تبدل. استنكر لقب سيدة مصر الأولى، فلعبت زوجته أدوارا سياسية وظهرت في الحياة العامة بصورة فجة. وكلما كان يتحدث عن اهتمامه بالطبقات الفقيرة والكادحة يزداد الفقر والمرض والبطالة. وفي السياسة الخارجية لم تتخذ مصر في عهده مواقف حاسمة بشكل كبير، باستثناء بعض القرارات، خاصة قرار حرب الخليج الذي تنظر إليه بعض الدول العربية على أنه قرار شخصي لمبارك وجميل يجب رده. بزوغ نجم مبارك وتفوقه في الحياة العسكرية كان أهم أسباب دخوله معترك السياسة، فاختاره السادات نائبا لرئيس الجمهورية عام 1975. وبعد اغتيال السادات تم اختيار مبارك رئيسا للجمهورية في استفتاء شعبي بعد أن وافق عليه مجلس الشعب. بعد توليه منصب رئيس الجمهورية أفرج عن كل المعتقلين السياسيين، خاصة من اعتقلهم السادات في سبتمبر عام 1981، ووعد مبارك بحرية الصحافة ورفع سقف الحريات. وفي نهاية فترة حكمه قدر البعض عدد المعتقلين السياسيين بعشرات الآلاف، وفي ظروف صعبة للغاية. تم انتخابه رئيسا للجمهورية في استفتاءات فردية أجريت 4 مرات يستفتى فيها المصريون بين نعم ولا على شخص واحد، هو حسني مبارك. وفي عام 2005 وبعد أن كثر الحديث عن عدم دستورية هذا الاستفتاء بل وعن مدى نزاهته أيضا، اقترح مبارك تعديل المادة 76 المنظمة لاختيار رئيس الجمهورية ليصبح بالانتخاب المباشر. وجرت انتخابات تعددية وصفتها العديد من الدوائر بأنها مسرحية هزلية، في حين تغنى رموز النظام السابق والإعلام الرسمي بنزاهة هذه الانتخابات. ظل مبارك رئيسا للحزب الوطني الحاكم طيلة فترة حكمه، وكان المؤتمر السنوي لهذا الحزب مادة سخية للتندر بين المصريين، حيث سمح مبارك لابنه جمال بالترقي والصعود في المناصب الحزبية إلى أن وصل إلى منصب رئيس أمانة السياسات، على الرغم من نفي مبارك الحديث عن سيناريو التوريث. وفي عام 2006 طلب مبارك تعديل الدستور، خاصة المواد المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية، وهي التعديلات التي وصفت فيما بعد بأن بها شروطا تعجيزية فصلت لتناسب ابنه جمال مبارك، في حين رآها هو ورموز النظام السابق تعديلات ضرورية لحساسية وأهمية المنصب. خير نبتها وأخلص رجالها هو الزعيم محمد حسني مبارك. وإلى جانب سيناريو التوريث تضافرت أسباب أخرى عديدة لاندلاع ثورة يناير ضد نظام مبارك، جاء على رأسها انتشار الفساد وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وسطوة وبطش رجال الأمن وتراجع الحريات واستمرار قانون الطوارئ وتزوير الانتخابات. فاندلعت الثورة وألقى مبارك خطابه الأول ليحذر المصريين من الفوضى، وفي الخطاب الثاني: أثق أن الأغلبية الكاسحة من أبناء الشعب يعرفون من هو حسني مبارك، ويحز في نفسي ما ألاقيه اليوم من ضعن بني وطن. وفي خطابه الأخير نقل مبارك صلاحيته لنائبه عمر سليمان، وأكد على مواصلة العمل حتى نهاية فترة حكمه ومحاسبة المخطئين والفاسدين. لكن هيهات، أجبر مبارك على ترك منصبه في 11 من فبراير عام 2011. قرر الرئيس محمد حسني مبارك
تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. محمد صلاح، هنا العاصمة. أهلا بكم من جديد.